ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب البوراكو الإيطالي. أولا، تاريخ النوع. بدأ حضر سلالته من إيطاليا وبيرجع تاريخ السلالة سنة 1882. ثانيا، شكل النوع. شكل مميز بجسمه اللي بيشبه المربع ودانه الطويلة اللي معدية الفك وجلده المجعد اللي على وشه اللي بيساعده إنه يلقط ريحة الفرايس. بيكون لونه أبيض منقط بأورنج. ارتفاع النوع بيتراوح من 55 ل 67 سنتي، ووزنه بيتراوح من 25 ل 40 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كلب سيد من الدرجة الأولى وينفع كمان يبقى كلب أسرة. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي وسريع التعلم، طاقته عالية، محب جدا لصاحبه وأسرته. سلوكه هادي وشراسته مش عالية. خامسا، رأي الشخص. على عكس معظم كلاب الصيد، الكلب ده مطيع نسبيا ومش هابر قوي، لأن المعروف عن كلاب الصيد إن شخصيتها مستقلة، إلا إن النوع ده بيحب دايما يبقى مع صاحبه ويسمع كلامه، ويمكن إنه يعيش مع الأطفال بسبب سلوكه الهادي واللي تقدر إنك تثق فيه. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.